اتنين للكريم. عادل طب نقفل الشباك. الأولاد بعيد والعشش حوالينا كلها فاضية. وأنا عاوز أشوفك وتشوفيني. عادل، أنا عايزة أعترف لك بحاجة. ما تقوليش حاجة، أنا عارف. في فيديو النهارده هنقدم لكم أقوى مشهد ساخن عرفته السينما المصرية، والمصنفات الفنية والرقابة منعته من العرض لسنوات عدة بسبب المشهد ده. الفيلم ده اتشال من أدوار العرض في السينما، والفيلم ده من بطولة النجمة الجميلة ليلى علوي. لو عايز تعرف هو فيلم ايه، مين أبطال، وايه الحكاية، خليكم معنا. وقبل ما نبدأ بتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. فيلم بحب السيما يعتبر واحد من أجرى الأفلام في تاريخ السينما المصرية، اللي تم منعه من العرض سنوات. الفيلم ده من إنتاج سنة 2004 ومن بطولة ليلى علوي، وبيشاركها في البطولة محمود حميدة ومنى شلبي وإدوارد. الفيلم ده اترفع عليه أكثر من دعوى قضائية لتمنعه من العرض. دور أحداث الفيلم على أب متعصب. طب احنا كبرنا قوي على الحاجات دي، انا مالي. وبعدين احنا خلفنا خلاص، ربنا خلينا نعيم ونعيم. وزوجة لم تستطع أن تتحمل سلوك زوجها فخانته مع فنان تشكيلي. يتناول الفيلم حياة عائلة مسيحية مكونة من زوج أرسوزوكي متذمر دينيا. اصل مش هينفع، صدقيني. بعدين احنا صيام، مش هينفع. صيام؟ صيام إيه تاني؟ أنت مش كنت صايم من كام يوم وفطرت؟ هو طول السنة صيام؟ بيعرض الفيلم المشاكل الاجتماعية اللي بتواجه الأسرة دي بسبب تذمر الزوج للدين، قد أثار جدة كبيرة، مما جعل محامين ورجال دين مسيحيين يرفعون دعوى قضائية يطالبون فيها منع فيلم بحب السيما من العرض بسبب ما يتضمنه الفيلم من سخرية من العقيدة المسيحية. ولقى الفيلم رد فعل إيجابي من النقاد، وشاهد الفيلم ده المشهد الأجرأ في تاريخ السينما المصرية، اللي جمع بين النجمة ليلى علوي والنجم محمود حميدة. بس أنا عايزة أشوفك، وعايزاك أنت كمان تشوفك.